أول أحداث الفيلم بتبدأ بمشهد الأستاذ وهو بيحاول الانتحار، بس بعدها بيقوم من النوم على صوت بنت بتنادي على أمها، والبنت دي بتكون تارا بنت مايا جارته. وبيفضل الأستاذ يبص على مايا وبنتها وهم خارجين من البيت، وعينه بيبان عليها الإعجاب بمايا. بيفضل بعدها يتخيل مع نفسه سيناريو إن بيتكلم معاها، ومايا في الوقت ده بتكون بتشتغل في مطعم، وزمايلها اللي في الشغل بيلاحظوا إن الأستاذ بيجي كل يوم المطعم بتاعهم لأن شكله كده معجب بيها. بس الأستاذ لما بيقف قدام مايا بيتوتر ومش بيعرف يتكلم او يقول الكلام اللي كان محضره. بياخد طلبه اللي متعود ياخده كل يوم وبيخرج. بس والاستاذ خارج من المطعم بيدخل شخص غريب المطعم، والشخص ده بيكون ايجي جوز مايا. ولما بتشوفه مايا بتساله عن سبب وجوده في المكان، وانها مش عايزه تشوفه تاني ولا يكون ليها علاقه بيه. وبنعرف ان ايجيت كان بيدور على مايا لمده 14 سنه، وبتطلب منه مايا انه يخرج من المكان وان هما يتكلموا بعد الشغل. بس مايا بتكون متوتره بسبب زياره ايجيت جوزها، وانه عرف مكانها بعد ما هربت منه لمده 14 سنه. وبعد الشغل مايا بتقابل ايجيت، وبنعرف ان اسمها الحقيقي سونيا، وانها غيرت اسمها علشان جوزها ما يقدرش انه يوصل لها. وساعتها ايجيت هيبلغها انه اتغير وانه عايز يرجع لها تاني ويكون مع بنته تارا. بس مايا بتستغرب هو ازاي عرف ان ليه بنت، لانها كانت مخبيه عليه الموضوع ده. وساعتها مايا هتخاف على بنتها وبتسيبه وهتمشي. ولما كانت مايا مع بنتها تارا في البيت، ايجيت بيخبط على الباب بتاعهم، وساعتها مايا هتطلب من بنتها انها تدخل اوضتها وتقفل على نفسها. ومايا بتطلب من ايجيت انه يمشي والا هتبلغ الشرطه. ولما ما بيرضاش انه يمشي بتضطر مايا في الاخر انها تفتح له الباب. وساعتها مايا هتدي ايجيت كل الفلوس اللي معاها، بس ايجيت بيقول لها انه عايز تارا بنته، وانه عايز يشغلها رقاصه في النادي الليلي وتجيب فلوس كتير زي ما كانت هي بتعمل زمان. وساعتها بس بتطرده مايا من بيتها، بس ايجيت بيهددها وبيقول لها انه هينفذ كل حاجه قال لها عليها. فبتفضل مايا تتوسل له ان يبعد عنها وعن بنتها، وانها هتبعت له فلوس كل شهر زي ما هو عايز. بس تارا بتفاجئ ابوها بضربه على دماغه بالحديده بتاعت السخان الكهربائي، وبتقول له انها ما تعرفوش ومش عايزه تعرفه. وساعتها ايجيت هيحاول انه يضرب تارا، وهتحاول مايا تدافع عن بنتها. وساعتها مايا هتخنقه بالسلك بتاع السخان، وتارا بتساعدها انها بتمسك ايده لغايه لما ايجيت بيموت. وساعتها مايا ما بتكونش عارفه تتصرف ازاي، وبتحاول انها تشيل جثه ايجيت بس ما بتقدرش. بس لما بتفتح باب الشقه بتتفاجئ بالاستاذ واقف قدامها، فبتتكلم معاه لغايه لما بيمشي. وبعدها بتدخل شقتها تاني وبتقفل الباب. ساعتها هتفكر مايا انها تتصل بالشرطه، بس بتكون خايفه على بنتها لان الشرطه هتعتبرها شريكه معاها في الجريمه. بس ساعتها مايا هتسمع صوت خبط على الباب، واللي بيكون على الباب هو الاستاذ. وبتحاول مايا انها تمشيه، بس الاستاذ بيكون عارف اللي حصل وبيقول لها ان الشرطه مش هتساعدها. وساعتها مايا بتفتح له الباب وبتساله ازاي هو عرف باللي حصل. وساعتها الاستاذ هيشرح لها نظريه في علم الرياضه، وبيقول لها انه شاف شخص غريب في المطعم بتاعها الصبح، وانه بمجرد دخول المطعم شاف على ملامحها الخوف لما شافته. وبيبان ان الاستاذ شديد الملاحظه لانه بياخد باله من تفاصيل صغيره جدا زي ريحه السجاير واثار الرجلين. ومايا بتكون مصممه انها تبلغ الشرطه، بس الاستاذ بيحاول يفهم مايا انها مش هتقدر تنقذ بنتها لانها هتكون شريكتها في الجريمه في قتل ابوها بسبب الجرح الموجود على ايد ايجيت واثار الخنق اللي على رقبته، وان الشرطه هتكتشف كذبها بغايه السهوله لانها مش هتقدر تخنقه وتمسك ايده في وقت واحد. وبيبلغها الاستاذ ان هما لازم ينظفوا مسرح الجريمه لان اكيد الشرطه هتيجي بيتها في يوم من الايام وتسالها عن ايجيت. وفي الوقت ده بيظهر الضابط طران وبيوصل المدينه علشان كان بيدور على ايجيت لانه متهم بانه شرطي فاسد، والتحريات بتاعته دلته انه موجود حاليا في المدينه. وبيبدا طران يسال الناس اللي موجوده في المدينه عن ايجيت، يمكن يكون حد شافه او اتعرف عليه، لغايه لما طران بيدخل المطعم اللي بتشتغل فيه مايا بالصدفه. وساعتها طران بيوريها صوره ايجيت وبيسالها اذا كانت شافت الشخص ده قبل كده، بس مايا بتنكر انها شافته قبل كده. وفي نفس الوقت ده الاستاذ بيدخل المطعم زي ما هو متعود كل يوم، بس طران لما بيشوفه بيتعرف عليه لانهم كانوا زمايل مع بعض في الجامعه. وبعدها طران بيجيله مكالمه فبيضطر انه يمشي، ومايا هتطلع ورا الاستاذ وتبلغه انها خايفه ومتوتره لان الضابط كان بيسال على ايجيت. بس الاستاذ بيطمنها وبيقول لها انها ما تقلقش وانها لازم تلتزم بالخطه اللي هو حاططها. وطران بيجيله معلومه بمكان الفندق اللي كان نازل فيه ايجيت، فبيروح يسال عليه مدير الفندق. وطران هيلاحظ ان حاجه ايجيت لسه موجوده في الاوضه، فبيخمن ان ايجيت لسه موجود في المدينه وما خرجش منها. ولما طران بيسال مدير الفندق عن ايجيت بيقول له انه ما يعرفش عنه حاجه غير انه مره ساله عن المدرسه اللي موجوده في المدينه. وساعتها طران هيروح للمدرسه وهيفضل يفكر في السبب اللي يخلي واحد زي ايجيت يسال عن المدرسه دي بالذات، وانه اكيد ايجيت له علاقه بحاجه في المدرسه دي. بس اثناء ما كان قاعد قدام المدرسه يفكر في الاسباب اللي تخلي ايجيت يسال عن المدرسه، بيشوف مايا وبنتها في المدرسه وبيفتكرها انها اللي كانت في المطعم. فطران بيطلب تحريات حوالين مايا، ولما الاستاذ بيشوفه قدام البيت بياخد باله ان طران بيراقب مايا. وبعدها الاستاذ بيتصل بمايا وبيقول لها
ان طيران بدأ يشك فيها وانه حاليا بيعمل تحريات عنها وبيراقبها، وانه قريب جدا هيجي لها البيت ويبلغها انها ترد على كل اسئلته بدون تردد. وبعدها طيران بيجيله معلومة عن وجود جثة في قلب الغابة، بس الجثة اللي طيران لقاها بتكون متفحمة جدا وملامحها مش موجودة. فبيرجع طيران للفندق علشان ياخد اي حاجة من الأوضة علشان يكتشف حقيقة الجثة اللي لقاها عن طريق الدي ان ايه بتاع ايجيت، علشان يتأكد ان الجثة اللي لقاها في الغابة هي جثته. فلما بيدور في الأوضة مش بيلاقي غير خصلة شعر كانت على المشط. وفي المشرحة الدكتور بيبلغ الضابط ان جريمة القتل تمت عن طريق ان القاتل ضرب المقتول الاول على دماغه وضربه في وشه علشان يخفي ملامحه، ومحدش اتعرف عليه بعدها وحرقه. بس عن طريق خصلة الشعر الدكتور بيأكد له ان اللي قدامه دي جثة صاحب خصلة الشعر. وبعدها طيران بيقرر انه يزور مايا بعد ما اتأكد ان ايجيت اتقتل. ولما بتفتح مايا الباب طيران بيسألها تاني عن ايجيت، وساعتها مايا بتبلغه انه جوزها. وطيران هيبدأ التحقيق مع مايا وبيسألها عن علاقتها بإيجيت وليه خبت عليه في الأول إنها كانت تعرفه. ومايا بتبلغه إنها اتجوزت إيجيت من 15 سنة وإن تارا بنته، وإنه ما كانش يعرف عنها حاجة، وإنها اتعرفت عليه في نادي ليلي أيام ما كانت بتشتغل رقاصة فيه. بس بتقوله إنها بعد ما اتجوزته بدأ يستغلها وياخد كل فلوسها. وبعدها طيران هيسألها عن مكانها يوم 10 في الشهر، ويتبلغوا إن في اليوم ده راحت السينما هي وبنتها تارا، وبعدها راحوا سهروا في مكان ورجعوا على البيت حوالي الساعة 11 بالليل. وبعد ما طيران خلص الاستجواب بتاع مايا مش بيكون مقتنع بكلامها لانه بيحس ان كلامها مترتب ومتظبط. بس اثناء ما كان طيران واقف تحت البيت بيشوف الاستاذ جاي عليه، فطيران ساعتها بيقول له انه بيحقق في جريمه قتل مع جارته مايا، وبيساله عن مدى قربه منها وخصوصا وانها جميله جدا. فالاستاذ بيبلغه ان علاقته بيها سطحيه جدا. وساعتها طيران هيساله اذا كان شاف ايجيت قبل كده، بس الاستاذ بيقول له ان اول مره يشوفه. وطيران بيبدا انه يشك في مايا وبيفضل يربط اقوالها اللي قالتها بالجريمه اللي حصلت، بس الادله اللي تحت ايده بتبرأ مايا رغم شكه فيها. وبعدها مايا بتبلغ الاستاذ ان البوليس جالها البيت وطلب منها اثبات وجودها في السينما يوم 10، فطلعت التذاكر من هدومها واديتهم للظابط. وبعدها الاستاذ بيكلم تارا وبيسالها اذا كان حد من البوليس اتكلم معاها، فتارا بتقول له ان الظابط سالها عن يوم 10 وقالت له انها كانت في السينما مع امها. وبعدها طيران بيقرر انه يزور الاستاذ في بيته، وبيقعد طيران يتكلم مع الاستاذ عن ايام الجامعه وانه كان قد ايه مهووس بحب الرياضه. والاستاذ ساعتها بيقول له انه محبش حاجه في حياته غير علم الرياضه. وطيران بيبلغ الاستاذ ان بيشك في مايا بس مفيش تحت ايده اي دليل عليها، وبيطلب منه انه يساعده ويراقبها. وبعدها طيران بيوقف مايا في الطريق وبيطلب منها انه يتكلم معاها شويه وبياخدها على مكان علشان يقعدوا فيه. وطيران بيسال مايا عن يوم 10 في الشهر كانت فين، ومايا بتبلغه انها ادلت باقوالها قبل كده. ومايا بتكون شايفه ان طيران بالشكل ده بيضيع وقتها، وخصوصا وان المقابله بتاعته مش رسميه. ودكتور التشريح في المشرحه بيكتشف ان ايجيت مات الاول عن طريق الخنق بسلك كهرباء وانه مضروب على دماغه بعصايه السخان. وبعدها طيران هيقرر انه يزور مايا تاني في المطعم، فبتحاول مايا انها تتهرب منه، بس طيران بيقول لها انه جالها المطعم مخصوص علشان يطلب منها انها تخرج معاه بالليل. والاستاذ لما بيروح لبيته بيشوف طيران واقف قدام البيت، واثناء ما كانوا بيتكلموا مايا هتخرج من البيت ويبان عليها انها خارجه مع طيران. وساعتها الاستاذ بيبان عليه انه اتضايق وكان غيران جدا على مايا بس ما قدرش انه يتكلم. وطيران بياخد مايا على المكان اللي قالت انها سهرت فيه مع بنتها يوم الحادثه، وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا مع بعض طول الليل. وبعدها بيوصلها طيران للبيت وبيشكرها انه قضى معاها الليله، ويبان على مايا انها بقت معجبه بيه. بس طيران بيكون بيمثل علشان يعرف الحقيقه ومايا تغلط وتعترف بالجريمه. ولما مايا بترجع البيت ترى بتبلغها ان الشرطه جت البيت اثناء غيابها واخدوا السخان الكهربائي بتاعهم. والاستاذ بيتصل بمايا لما بتوصل وبيسالها هي ليه خرجت مع طيران وسهرت معاه، بس مايا بتكذب عليه وبتبلغه انها عملت كده علشان تتوهه وعلشان طيران يبطل يشك فيها. بس الاستاذ بيكون غيران جدا على مايا بس مش بيبين او يتكلم. ولما طيران بيقابل دكتور المشرحه بيعرف ان سلك السخان بتاع مايا مش هو الاداه اللي استخدمت في القتل، وساعتها مش بيكون قدام طيران غير انه يأيد القضيه ضد مجهول. وبعدها طيران بيروح لمايا المطعم علشان يودعها لان القضيه اتقفلت واتأيدت ضد مجهول. بس مايا بتكون متضايقه منه لانها اكتشفت انه استدرجها علشان يسهر معاها، بس في الحقيقه انه كان بيخدعها علشان كان بيشك فيها. واثناء ما كان لسه طيران في المطعم بريمه صاحبه مايا بتقول له ان يفضل مع صاحبتها مايا، بس طيران بيقول لها ان مايا جميله وان في ناس كتير اكيد بيتمنوا ان يكونوا معاها. بس ريما بتقول له ان مفيش حد معجب بمايا غير الاستاذ. وساعتها بيتفاجئ طيران بالمعلومه اللي اكتشفها وبيحس ان في حاجه غلط بتحصل، فبيروح يتحرى عن الاستاذ في المدرسه وبيعرف ان
ان الاستاذ ما راحش المدرسه يوم 10 في الشهر، وانه عمره ما غاب قبل كده من المدرسه. واثناء ما كان الاستاذ بيتدرب على الكاراتيه بيتفاجئ بطران مستنيه، وطران بيتكلم معاه وبيقول له ان الحقيقه كانت قدامه بس ما كانش شايفها، وبما ان مايا ما فيش اي دليل عليها فبالتالي ان اكيد في شخص تاني هو اللي ساعدها في جريمه القتل. وده اللي بيخلي طران يسال الاستاذ عن مكانه يوم 10 في الشهر، وساعتها الاستاذ بيبلغه انه غاب اليوم ده لانه كان تعبان وفضل موجود في بيته طول اليوم. وبعد ما بيطلع الاستاذ بيته بيقابل مايا، ومايا بتقول له انها مستغربه ان الشرطه بدات تشك فيهم من جديد بعد ما قفلت القضيه. فالاستاذ بيطلب منها انها مهما حصل ما تعترفش ابدا بالجريمه. وبعدها الاستاذ بيدخل اوضته وبيفضل يعيط وبيكتب جوابات غراميه لمايا وبيحطها تحت عقب الباب. وبعدها بيروح الاستاذ لقسم الشرطه وبيعترف الاستاذ ان هو اللي قتل ايجن، وان مايا هي اللي طلبت منه انه يقتله. وبيطلب الاستاذ من طران انه يقبض على مايا، والاستاذ بيكمل اعترافاته وبيقول انه الحارس الشخصي لمايا، وانهم كانوا مخبين الموضوع ده عن كل الناس اللي حواليهم حتى بنتها طارة، وانه كلم ايجت وقابله وبعدها ضربه على دماغه وخنقه بسلك السخان لغايه لما مات. وبعدها خلع هدومه بالكامل وهشم دماغه، وبعدها حرق جسمه. وانه مايا ما تعرفش انه قتل ايجت علشان ما تنهارش وتعترف بالجريمه لما تعرف. بس ساعتها الضابط بيساله اذا ما كانتش تعرف بالجريمه تبقى ازاي هي اللي امرته بالقتل، فبيقول له انه كان دايما بيتصنت على مايا وكان بيسمعها دايما وهي بتكلم بنتها، وانها كانت عايزه تقتل ايجت، وكانت بالشكل ده كانت بتأمره بشكل غير مباشر. ولما طرام بيساله عن سبب اعترافه المفاجئ فبيقول له الاستاذ انها خانته لما خرجت معاه، وانه شافهم هما بيرقصوا وبيغنوا سوا، وبيقول له ان اخد باله ان مايا معجبه بيه. ومايا هتستغرب من كل اعترافات الاستاذ عليها وبتقول له ان كل اللي قاله كذب، وان الاستاذ كان مجرد جار ليها. ومايا بتقول له انها كانت عارفه انه بيحبها وما توقعتش ان الموضوع يكبر لدرجه انه يقتل ايجت. وساعتها طران بيقرر انه يخلي سبيل مايا، بس قبل ما تمشي من القسم مايا بتطلب انها تقابل الاستاذ على انفراد. ومايا بتسال الاستاذ عن سبب اللي عمله، وبيقول لها الاستاذ انه عمل كده لانه بيرد لها الجميل لانها انقذت حياته قبل كده. وبيحكي لها عن اول يوم شافها فيه لما خبطت عليه الباب، وكان ساعتها بيحاول انه ينتحر لانه قعد 10 سنين يحل مساله رياضيه، ولما اكتشف حلها سبق واحد قبله وحلها ب 48 ساعه بس. ويقول لها انه لما شافها وقع في حبها من اول نظره. والاستاذ بيطلب من مايا انها ما تجيش تزوره في القسم لانه ناوي يقضي ال 15 سنه اللي جايين من عمره يحل مساله جديده ومش عايز ينشغل بيها لما يشوفها فيضيع وقت. وساعتها هتمشي مايا وتروح على بيتها بعد ما عرفت ان الاستاذ ضحى بنفسه علشان ينقذها هي وبنتها. وبينتهي الفيلم على الاستاذ وهو موجود جوه السجن وبيحاول فعلا يحل المسائل الرياضيه بعد ما انقذ حبيبته مايا. ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه اضغط على اللايك وزر الاشتراك وقولوا لنا رايكم في الفيلم، واشوفكم في فيلم جديد وسلام.